انا عبد الله بقدم محتوى كوميدي، اوقات ممكن اضحك واوقات لا. ودي الحلقه الاولى من برنامج محدش يصدق. البرنامج اللي هحكي لكم فيه قصه طالب كافح من اول لما هو طلع من بيته من مصر لحد لما قاعد قدامكم، وهتعرفوا انا فين في اخر سيزون. طبعا كلنا عارفين ان للسفر 7 فوائد. انا جاي بعيد عن اهلي الاف الكيلومترات علشان اقول لكم ان لا، اللي قال المقوله دي اصلا ما سافرش، وان المقوله دي كده. الموضوع بدأ معايا انا على مستوى شخصي قبل السفر بيوم، وانا بجهز شنطتي. طبعا ما كنتش معرف اي حد من اهلي ان انا كنت مسافر الا ابويا، علشان بس الضوء الاخضر وعلشان السفريه تكمل على خير. قبل السفر بيوم كنت قاعد بجهز الشنطه، لقيت امي دخلت عليا وبتقول لي: انت بتجهز شنطتك ورايح على فين؟ انت هتسافر عند خالتك؟ هنا الزمن وقف بيا 5 ثواني، ما بقتش عارف طب اكدب عليها، طب اخليها تخش تنام وبعديها اقوم ماشي ومن وراها. فضلت افكر كتير كتير قوي اعمل ايه، وال5 ثواني دول عدوا عليا ساعات. قاعد بشاور جوه عقلي لغايه لما قطعني صوت ابويا جاي من بعيد وهو ماسك كوبايه الشاي كده: لا ده انا موصله بكره المطار عشان هو مسافر الامارات. ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتبعت من خلاص يعني، ما فيش اول قلم حتى. يا حاج انا قايل لك اسكت، انت بعتني من اول سؤال. هنا بصيت لعين امي، لقيت الرغرغه بدات تملى عينيها، وطبعا كنت انا اول حد في عيلتنا يسافر، فانتوا عارفين يعني. هنا لحقتها قلت لها: لا ما تقلقيش، انا ان شاء الله مسافر سياحه كلها اسبوعين 3 وراجع تاني. وانا كان معروف عني ان انا بسافر كتير جوه مصر، فالموضوع عدى. طبعا انا اي نعم بقالي 5 سنين لغايه دلوقتي ما نزلتش مصر، بس دي شكليات يعني ملهاش علاقه بيها. الليله عدت على خير، وبعد كده بدات ان انا اجهز شنطتي، وبدات ان انا اريح جسمي شويه علشان اقدر ان انا اكمل طريق السفر، لان كانت السفريه وهي اول وجهه ليا كانت الامارات، وبالتحديد الشارقه. الموضوع كان بالنسبه لي اول مره، مغامره جديده جدا، ما اعرفش المفروض بنعمل ايه او ايه اللي يحصل او ايه الاجراءات المطلوبه. فتوكلت على الله ووالدي وصلني المطار. طبعا ودعت والدي واخواتي على باب المطار، وبعد كده قمت داخل. طبعا انتوا عارفين ان في السفريات اول سفريه بالذات انت بيكون معاك كشكول مش ورق، التذكره، الفندق، التاشيره. انت بتبقى واخد كل حاجه، حاطط احتماليه ان تليفونك مش هيفصل ولا النت هيقفل، تليفونك هيولع فيه اول لما يشوف الضابط بتاع الكونتينر. فطبعا كاجراء احترازي كنا واخد الحاجات كلها في اوراق كده، وداخل طبعا المطار ولا كاني داخل الجامعه. دخلت المطار ولسه ببص حواليا البوابات والطيارات اللي بتطير جنبي، الموضوع كان مغامره، وخصوصا ان كان سن صغير لسه وقتها. قطع حبل افكاري صوت بيقول لي: ايه لا. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. فانا واقف بيا الزمن تاني شويه كده، وبصيت يميني فلقيت راجل محترم كده بيقول لي: اقلع. قلت له: يعني قلع ايه؟ احنا لسه ما خرجناش من مصر، الموضوع ما اتطورش معانا قوي كده. قام بص لي كده من فوق لتحت وقال لي: اقلع يا كوتشي. اقلع يا كوتشي يا باشا، بنفتش. هنا عرفت اللي نيتي ما كانتش الطف حاجه. قمت قالع الكوتشي وتفتشنا والحمد لله ختمنا وعدينا. بعد لما ختمنا قعدت في صاله الانتظار مستني الرحله بتاعتي، وطبعا قاعد عمال افكر وابص يمين وابص شمال، والاحلام الورديه اللي قدامي، وان انا رايح انا هلاقي دولارات موجوده في شنط، انا بس اروح اشيل. فبعد كده قمت طالع ركبت الطياره. لو ركبت 1000 طياره عمري ما هنسى رحله الطياره دي، مش عشان هي الرحله الاولى ولا علشان بقى الحب الاول ولا الكلام ده كله، لا 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 لا. انا ركبت في الكرسي اللي في النص. وطبعا اي حد سافر عارف معاناه ان انت ازاي تركب في الكرسي اللي في النص. انت لا منك جنب الشباك فانت بتشوف الرحله وبتنبسط بالاجواء، ولا منك على الطرف اللي هو لو حصل اي كارثه هتهرب، لا انت في النص. انت نكره، انت ما جيتش يلا. الحمد لله فضلنا قلنا نعدي الرحله كانت مدتها 5 ساعات او 4 ساعات ونص. قعدت في الكرسي، كان جنبي راجل لابس بدله. الراجل ده البارفان بتاعه تقريبا كان جايب لحد الكابتن بتاع الطياره. الراجل ده يعني هو ما حجزش بيزنس كلاس اكيد عشان المقاعد كانت خلصت، ما لهاش اي سبب مقنع تاني. راجل لابس بدله تقريبا بثمن الطياره. قعدنا جنبه فرحه البدايات بقى وكده. بكلمه: حضرتك اول مره تسافر؟ بص لي بصه كده: انت مين يلا؟ ورجع تاني على اللابتوب بتاعه ولا كأن كلب ندى، مفيش اي حاجه.
قلنا خلاص المشكله يعني، بنبص اللي جنبي لقيته راجل طبيعي زينا، بس صراحه خفت اكلمه، قلت لا مش هيبقى يعني كسفتين في نفس الكرسي، لا ما مش الطف حاجه. لحد الرحله كانت ماشيه كويسه، اي نعم الرحله كانت ماشيه كويسه، يا اي نعم مش كويسه قوي يعني، انا ما فيش مكان ان انا احط الجاكيت على رجلي، بس الرحله مشيت كويسه لحد لما سمعنا السؤال الاشهر: بيف اور تشيكن. السؤال ده ما كانش ليا، السؤال ده كان للراجل ابو بدله اللي جنبي. فبعد لما الراجل اتسال وخد الوجبه بتاعته، هي مشيت وما بصتنيش اصلا. طبعا الكلمه اللي انا خارج بيها من مصر: اكسكيوز مي، انا محتاج وجبتي. قالت لي كان اي سي يور تيكت. طبعا ما فهمتش وقتها، بس اديت لها الكشاكيل اللي معايا. هي اختارت الورقه اللي هي عايزاها وبصت وقالت لي انت معايا عندكش وجبه؟ قلت لها طيب انا عايز اشتري وجبه انا معايا $10 فكه جنيهات في جيبي، معايا رزمه دولارات كلها وحايد، انا غني يلا. فقلت لها طيب انا عايز طيب وجبه ادفع ثمنها. سالتني السؤال الاول: بيف اور تشيكن؟ السؤال ده والله العظيم يعني احسن من كلمه اي لاف يو. قلت لها طبعا بيف، مش علشان انا بحب البيف، عشان انا عارف ان اللحمه اغلى من الفراخ، ما علينا نعمل سكيب. فاداني لي الوجبه، ولسه بديها الفلوس وباخد منها الوجبه. الوجبه كانت سخنه، ما اعرفش ان انا احطها بسلامه، انا حطيتها على حجر الراجل اللي جنبي ابو بدله، اللي بدلته طبعا تسوى اكتر من طياره اعتقد. الراجل حرفيا لو كان يهون عليه يقوم يحدفني من الشباك كان حدفني، لو شباك الطياره كان ممكن يتفتح كنت انا هبقى محذوف منه. الطياره كلها اتلمت، هو بيزعق ويصرخ، والمضيفه عماله تدينه اكسكيوز مي، وانا عمال اديله بسوريهات. الراجل مفيش، الراجل تقريبا انا بوظت له الرحله. وريحه البرفان بقت ريحه لحمه، والطبيخ بقى كله على ركبته. يعني المنظر كان بشع صراحه يعني. بس الحمد لله الدنيا اتلمت وقدرنا ان احنا نعدي الرحله بسلام، لغايه لما نزلت في مطار الشارقه. مطار الشارقة من أصغر المطارات اللي موجودة في الإمارات، لكن من أفضل المطارات برضه اللي موجودة في العالم. والإمارات تتميز فعلا بكبر مطاراتها، وفعلا الإمارات من أفضل الدول في مجال الطيران اللي أنا صادفتها لغاية النهاردة يعني. المهم انت علشان توصل لاي رحله، والله لو انت مسافر كوالالمبور، علشان توصل للشنط بتاعتك انت محتاج معاناه شويه. وده اللي حصل فيا، ان انا بعد لما رحت علشان الاقي الشنط بتاعتي، كان كل الناس اللي في الطياره تقريبا خدوا شنطهم ومشوا، وما كانش معايا غير الشنطه بتاعتي او اللي هي زي بتاعتي، وكانت مش محطوطه على السير، كانت محطوطه على الارض جنب السير، اللي هو خد حاجتك يلا وامشي. قمت رايح. الشنطه لونها والموديل بتاعها نفس شنطتي، لكن دي مش شنطتي. شنطتي كانت متبهدله شويه، كان فيها خبطه من جنب، كان فيها ستيكر ملزوق انا معلمها، وعايز ان انا اشوف الاسم، لان الاسم بيكون مكتوب على التيكت، الاسم معمول من تحت، فانت مش عارف تلف المقبض علشان تشوف الاسم. قلنا خلاص يبقى هي دي شنطتنا، وانا اللي بيتهيأ لي من سفر، وان انا مرهق من السفر وكده. وقمت ساحب الشنطه وخارج بيها على البوابه. وانا خارج من البوابه لقيت الراجل ابو بدله بيجري عليا. انا بس قلت الراجل ده اكيد يا باشا بلغ عني، وانا زي ما الطياره اللي جابتني هي الطياره اللي هتوديني، والدنيا هتبوظ معايا. الصراحه كنت ناوي اجري، بس انا اروح فين؟ انا اروح فين بالشنط اللي معايا دي؟ فقمت واقف، فلقيته بيقول لي انت يلا، دي بدايه كلام، وانت يلا الله يسامحه انا عذر. انت خدت شنطتي. جاي بقول له لا دي شنطتي، فلقيته لا قام مطلع بقى من جنبه الشنطه اللي هي فعلا دي بتاعتي ولا مش بتاعتي. فبيقول لي لا دي شنطتك، واحنا بدلنا شنطه عشان شنطنا زي بعض، وانت شنطتك اصلا متبهدله. فقلت له لا، ولا تزعل نفسك، عايز تاخد الشنطه خدها يعني، ما انت واقف بتكلمني قدام الضباط والدنيا لطيفه خالص، وانت هدومك متبهدله، فمش ناقصه خالص يعني، اتفضل خد يا عم عايز الشنطتين خدهم، واديني الشنطه بتاعتي. خدت الشنطه بتاعتي وطلعت، لقيت طابور طويل عريض لازم انا اقف فيه. ده طابور ايه بقى؟ ده اللي هتعرفوه الحلقه الجايه. يا رب تكونوا انبسطتوا من الحلقه ديت. ما تنسوش تدوسوا زرار اللايك، تفعلوا زر الاشتراك، وتفعل زر الجرس علشان تشوف كل حلقاتنا وتعرف الطابور ده كان طابور ايه، وتتابعنا في الرحله اللي بدات من اول لما كنت في بيتي لغايه المكان اللي انا قاعد فيه دلوقتي. كان معكم عبد الله من برنامج محدش يصدق.